السلام عليكم الإخوان والأخوات، كل شيء بخير لاباس عليكم الحمد لله. تخيل يا مؤمن، نفس الشخص عنده جوج ديال القبور، شهيد جزائري عنده جوج ديال القبور، مدفون في مقبرة الشهداء في العالية في العاصمة الجزائر، ومدفون في الغابة اللي حدا مارينا سمير في تطوان. هو نيت ويا ريت يكون شخص عادي. هذا عبان رمضان بوصبع. انا عارفك كتفرج في هاد الفيديوهات كتعرف شكون هو عبان رمضان ياك؟ مستحيل تكون جزائري وما كتعرفش شكون هو عبان رمضان. بالنسبة للإخوان في المغرب اللي ما تعرفوش، هذا هو الثورة الجزائرية شخصيا. 7 نوفمبريون هذا هو اللي دار لهم نوفمبر، هذا كتب سياسة الثورة الجزائرية قبل قيامها. هذا هو المؤسس لجبهة التحرير. كتعرفوا جريدة المجاهد؟ هذا هو مؤسس جريدة المجاهد اللي كتضل تسب دابا في المغرب. هذا هو المؤسس ديالها، هذا اللي كان تيعين قادة المناطق العسكرية. بومدين كان بلونطون عند هذا. منين هذا السيد كان تيبغي يشرب قهوة، كان بومدين يمشي كيجري صاوب ليه القهوة ديالو ويجيبها ليه. وما عاد قتلوه ودفنوه ومشاو حضروا في العزاء ديالو. اليوم غنفهموا شكون هو هذا السيد وعلاش عنده جوج ديال القبور واشنو كان تيدير في المغرب وعلاش قتلوه في المغرب ومن خان الثورة الجزائرية. شكون هما الخونة ديال بصح؟ وغنفهموا اننا كنا في عصر الجاهليه في التاريخ، واننا كون دخلنا سوق راسنا كون راك من وجده كتدخل لسباس شنغن وكتدخل الاتحاد الاوروبي، وان فرنسا باقا جارتنا وبخير وعلى خير. بقى معايا وغتفهم. نشوفوا بسرعه شكون هو بعدا هذا عبان رمضان. عبان رمضان غير من الاسم ديالو باين بانه قبيلي، بحال 90% ديال الناس اللي كانوا فعلا باغيين الاستقلال من فرنسا كان من القبيل. مواليد 1920 وشيء نادر في هذاك الوقت كان تيقرا مزيان. 1942 خدا باك سيونس مات افيك مونسيون بيان. من بعد التحق بالجيش الفرنسي، وكان المفروض انهم غادي يصيفطوه لاوروبا الحرب العالميه الثانيه. 1945 تسالت الحرب العالميه الثانيه، خرج من الجيش الفرنسي. كان من الناس اللي كيفكروا فعلا من بعد الحرب العالميه الثانيه في استقلال الجزائر، والتحق بمنظمات سريه وبدا المقاومه معهم حتى سنه 1950. 1950 شدوه الفرنسيين، عذبوه وحكموا عليه ب5 سنين ديال الحبس. دوز 5 سنين ديال الحبس نظرا للشهره ديالو. 1955 غيخرج من الحبس، اتصلوا به اعضاء جبهه التحرير باش ياخذ الجانب التنظيمي، لان السيد كان ذكي. هذا هو اللي غيدير لهم هذاك مؤتمر الصمام. مؤتمر الصمام هو المؤتمر التاسيسي لجبهه التحرير، هذا هو اللي نظم هذه الصوره لمؤتمر الصمام. الصمام هي منطقه في القبائل، حيت دار فيها المؤتمر بقات الاسم على المنطقه. في هذه الصوره كاين عبان رمضان والمؤسسين ديال جبهه التحرير، وفي هذه الصوره كاين عبان رمضان وهذوك اللي غاديين يقتلوا عبان رمضان. كلشي كاين في هذه الصوره هذه. اللي غيترأس المؤتمر هو العربي بن مهيدي، وعبان رمضان هو الكاتب العام واللي تيكتب المحاضر واللي تيكتب المسائل السياسيه. هو اللي قسم الجزائر الى 6 مناطق عسكريه، وهو اللي عين قاده المناطق. هادشي شهر اوت 1956. سبتمبر اكتوبر كانت فتره للاستعداد، وحتى تاريخ 1 نوفمبر اللي تسموا عليه النوفمبريون هو اللي حددوا. حنا كنتكلموا على اشخاص في الاول كان الهدف ديالهم استقلال حقيقي من فرنسا. من بين الاشياء اللي اتفقوا عليها ان غادا تكون قياده جماعيه، 5 ديال الاشخاص سيتكلفون بقياده الثوره الجزائريه: عبان رمضان، كريم بن القاسم، العربي بن مهيدي، بن يوسف بن خده، وسعد الدحلاب. لا يوجد في هذا الوقت 1956 حتى واحد ما كيعرف لا بومدين ولا بن بله ولا بوتفليقه ولا كلهم هذوك اللي غيبانوا في الصوره في الاخر ديال الفيلم، ولا عندهم علاقه بقيام الثوره. هذه الصوره ديال عبان رمضان في الجبل وهو يحمل السلاح. المؤتمر من بعد الموت ديال المجاهد، وانا اقول المجاهد العربي بن مهيدي، المفروض ان عبان رمضان هو الذي سيصبح رئيس جبهة التحرير ورئيس الحكومة الانتقالية في الجزائر. احنا كنتكلموا على شخص اللي كيخصو يكون هو رئيس الجزائر. بطبيعة الحال وليدات فرنسا ما غيقبلوش. هنا غدير خيانه ديال الثوره. 1957 عام من بعد غتجمع وليدات فرنسا: كريم بالقاسم، هذا هو اللي وقع اتفاق افيون، الخضر بن طوبال، عبد الحفيظ بوصوف. هذا بوصوف هذا شخص مهم جدا لانه كان هو مسؤول جبهه التحرير في المغرب. المغرب هو القاعده الخلفيه للجزائر. ثوار في المغرب، لاجئين في المغرب، السلاح في المغرب، الدعم السياسي من ملك المغرب، كل شيء كان هو المغرب. الممثل ديالهم في المغرب جالس في راس العين، كل شيء في المغرب. بوصوف هو اللي كتشوفوا مع علال الفاسي سنه 1958. هذا الفيديو هذا. بما ان عبان رمضان باغي سياسه الثوره ديال بصح، باغي استقلال حقيقي، فوليدات فرنسا اللي غيبيعوا الثوره منهم هذاك كريم بالقاسم، هذاك هو اللي وقع اتفاق افيون للحكم الذاتي المشروط بالتعاون مع فرنسا. باش تعرفوا مع من كان تيتعامل ما عندوش طريقه باش يتفاهموا معاه. الطريقه الوحيده باش يتهناو منه هي قتلوه.
فتجمعوا في تونس واتفقوا باش يقتلوه. كلفوا بوصوف بالمهمه، فبوصوف اتصل به وقال له ودي انا بغيتك في اجتماع مهم لمسائل تخص الثوره وتخص الدعم وتخص هذا، اجي عندي للمغرب. علاش المغرب؟ لان هذاك بوصوف في المغرب كانت عنده اليد مطلوقه، الملك كان عاطي صلاحيات ان الجزائريين في المغرب عندهم جميع الحقوق وما تيهضر معهم حتى واحد، وعاطي لهم الديور وعاطي لهم الفيرمات فين يترينيو وعاطي لهم الفلوس، جميع المساعدات الممكنه والغير الممكنه كانت يعطيها لهم المغرب. فبوصوف كانت عنده هنا في المغرب عده اماكن تابعه لهم، هذوك اللي كتعرفوا نواحي وجده وفيكيك وبوعرفه في الشرق ديال المغرب، هذوك راهم معروفين. كانت عندهم اماكن اخرى، كازا في الرباط في مكناس وفي الشمال. 24 ديسمبر 1957 عبان رمضان خدا الطياره من تونس لاسبانيا، ومن اسبانيا الى طنجه. جا الطوموبيل كتسناه فيها بوصوف ومعه جوج ديال الاشخاص اخرين، ركبوا في الطوموبيل وتم اقتياده لواحد الفيرما ديال مغربي كاينه في النواحي ديال تطوان، كاينه حدا مارينا سمير، كان عاطيها في سبيل الله للجزائريين، ما تيخلصوا لا كرا لا والو، كان عاطيها لهم ساكنين فيها. وصلوا لتبا، بوصوف قال لهذوك الجوج اللي معاه ربطوه وحيديه لا كرافات اللي كاينه في عنقو وقنجوا بها، قتلوا ودفنوا تما. حنا غادي نشوفوا المصادر وما يثبت. للامانه في بعض المصادر لقيت المكان ديال هذيك الفيرما كاين حدا مارينا سمير. للامانه ولتجنب المساءله وباش ما يجيش شي نهار شي بصبع مسطي تم داخل لا عباد الله في تطوان، السلام عليكم انا جاي ندير الجمجمه ديال عبان، انا غنوريكم غير المنطقه فين كاينه، هي لا تبعد عن طريق السيار ولا لوطوروت اللي طالعه من تطوان لباب سبته بضعه كيلومترات. ونحبس هنايا. من بين الاشياء اللي كان دار هذا عبان رمضان انه كان اسس جريده المجاهد، هذا العدد الاول لجريده المجاهد 1956. الجريده ما كانتش مطبوعه، كانت مكتوبه بالداكتيلو. هذا العدد الاول بصبع معك ما شتي، هذا هو العدد الاول لجريده المجاهد، كاتباه مرات عبان رمضان، 36 صفحه كلها طابي بالداكتيلو. نفس هذه جريده المجاهد اللي مؤسسها عبان رمضان يومين من بعد غتخرج بهذا العدد هذا، عبان رمضان امور او شون دونور. في الجريده ديالو مخرجين خبر الوفاه ديالو، تيقولوا بانه استشهد اثناء مقاومه الفرنسيين. تخيلتوا الجورنال ديالو وقاتلينه بيديهم ومخرجينه في الصفحه الاولى مور او شون دونور، مات في ساحه الشرف، يعني مات كيقاتل فرنسا، هما قارجينه بكرافطه ديالو مرحبا بكم في الثوره الجزائريه. الا كان السيد مات ومدفون في تطوان. هذا القبر هذا اللي كاين في مقبره الشهداء في العالي في الجزائر منين جا؟ 1956 راه باقا فرنسا في الجزائر، يعني ما هزو حتى واحد مشى دفنو تما. هذا واحد الصباح فاق بومدين وجاب شويه ديال الحجر وشويه ديال الجليج وبنى لهم قبر في مقبره الشهداء ولا مقبره العاليه في الجزائر، وقال لهم لقد تم نقل رفات الشهيد عبان رمضان الى مقبره العاليه. منين جبتي الجثه السي بومدين؟ الله اعلم. فين كان اصلا مدفون؟ الله اعلم. فين مات هذا السيد؟ الله اعلم. المهم ان هذا هو القبر ديالو، وابتداء من هذاك النهار في اي مناسبه ولا وقت ما جا شي رئيس اجنبي ديال زيمبابوي ولا ديال لوزوتو يزور الجزائر كيهزوه ويدي بوكا د فلوغ وحطوا عند ذاك القبر الخاوي، بينما السيد راه مدفون في فيرما في الغابه ديال تطوان. ربما واقيلا انا غير تنخربق من الصباح. اجي نشوفوا شويه ديال المصادر. عكس ما يظن الكثير، الجزائر ماشي هي بوصبع، الجزائر فيها اشخاص مثقفين وفيها باحثين في التاريخ وفيها ناس كتبوا كتب الى اخره. مشكلتهم ان بوصبع ما كيعرفهمش، واخا يعرفهم ما غيفهمش داكشي اللي كاتبين، وهذوك الناس لا يتصدرون المشهد لان داخلين سوق راسهم. حنا غنبداو المصادر بهذاك الشيء اللي كيفهم بوصبع. حبيبه الجماهير جريدة النهار، هذه صباح مساء المخزن المروك لقجاء، لقجاء المخزن المروك المؤامرة. ونهار الاربعاء تم ضبط قنطارين من الكيف المعالج قادمة من المغرب. علاش بالضبط كيشدوا الحشيش نهار الاربعاء ما عمري ما فهمت، اللي فاهم يكتبها لي في التعاليق. ما علينا. جريدة النهار بتاريخ 10 جوان 2014. ضريح عبان رمضان في مقبرة العالية فارغ، عميروش ليس دمويا وأعوان بوصوف هم من باعوه للفرنسيين. بوصوف أعد تقرير أسود ضد عبان رمضان وكان وراء تصفيته. كشف المجاهد واللواء المتقاعد حسين بن معلم في مذكراته مجموعة من الحقائق التاريخية على غرار تبرئة الكولونيل عميروش من تهمة الدموية، بالإضافة إلى التقرير الخطير والكاذب لبوصوف حول عبان رمضان وواقعة إعدام هذا الأخير وقبره الفارغ الموجود بمربع الشهداء بالعالية. وأوضح صاحب المذكرات أن أحد أعوان بوصوف هو من أبلغ الفرنسيين بمكان مرور عميروش والسي الحوار.
حواس. يعني هاد بوصوف بعت 3 ديال لي كولونيل ديال جيش التحرير الجزائري لفرنسا غير في هذا المقال هذا، وفات هو راه باع لهم جيش التحرير كله، لان السيد مدفون في تطوان. جريده النهار هذه، جريده النهار بتاريخ 28 ديسمبر 2008. انيسه بومدين ترفض الترحم على روح عبان رمضان. انيسه بومدين هي مرات بومدين. رفضت السيده انيسه بومدين الترحم على روح عبان رمضان احد القياديين المعروفين في ثوره التحرير. لم تجد السيده انيسه بومدين لدى اشرافها رفقه بعض عناصر الاسره الثوريه وعدد من المقربين حرجا في التهرب من الوقوف وقفه الترحم على روح عبان رمضان امام ضريحه، اين نظمت امس وقفه الترحم امام قبري عبان وهو لبومدين، حيث صارعت ارمله الرئيس فور انتهائها من قراءه الفاتحه على روحه الى مغادره مقبره العاليه. يعني كانوا منظمين زياره للمقبره مع عائله الشهداء بين قوسين والمجاهدين بين قوسين. انيسه بومدين مشات قرات الفاتحه على قبر راجلها وما بغاش تمشي تقرا الفاتحه على قبر عبان رمضان في مقبره الشهداء، لان راجلها مشارك في المؤامره ديال قتل هذاك السيد، وان راجلها باني هذوك 4 ديال الحجرات تما وديك القبر خاويه لما تقرا الفاتحه. حطت راسها وزادت بحالها. جريده النهار الجزائريه. جريده الشروق تاريخ 9 افريل 2015. الروايه الكامله لاعدام عبان رمضان. حقق مؤتمر الصمام بفضل عبان رمضان تحولات سياسيه في تسيير نظام الثوره. جاءت النتائج لصالح الاولويات، وهي اولويه الداخل على الخارج واولويه السياسي على العسكري. مؤتمر القاهره 1957 تراجع عن هذه القرارات. مؤتمر القاهره هو اللي خرج على الثوره، لان علاش؟ هذا هو اللي نظموا لهم جمال عبد الناصر، هو اللي قلب لهم المايند سيت ديالهم، هذاك طريقه التفكير ديالهم قلبها لهم. كان الهدف ديال عبان رمضان يديروا دوله ديمقراطيه، فمشاو جمال عبد الناصر قلب لهم دماغهم وقال لهم غديروا دوله عسكريه بنظام اشتراكي بحال اللي كان داير هو في مصر، وبحال اللي دار القذافي في ليبيا، وبحال اللي دار الاسد في سوريا الى اخره. هادشي اللي كان على مود في هذاك الوقت. فدوله عسكريه بنظام اشتراكي ما غاداش تمشى مع العقليه ديال عبان رمضان، ناضوا قتلوه. المقربون من كريم بالقاسم يقولون ان عبان وصف كريم بالقاسم باغيول. كيكتب اخر ديال محمد البجاوي عضو المجلس الوطني للثوره بعنوان حقائق حول جبهه التحرير، يقدم 3 روايات لاعدام عبان رمضان استنادا الى كل من كريم بالقاسم وبن طوبال وبوصوف. والمقال كيحكي نفس الروايه ان استدرجوا عبان رمضان الى المغرب وغنزل من الطياره، داروه في الطوموبيل وداو الفيرما نواحي تطوان وقجوه ودفنوه. هادو المراجع اللي غيفهم بوصبع. نجيو حنا للمراجع التاريخيه ديال بصح. المراجع اللي كثرتها غنشوفوها بالزربه. هذا كتاب ديال جزائري محمد قرصي، جورناليست ان الجيري، كيحكي فيه تاريخ انشاء الصحافه في الجزائر. نفس الروايه. فان ديسمبر 1957 عبان رمضان est assassiné à تطوان. كتاب لا ريفولوسيون الجيريenne 1954-62 dictionnaire biographique. عاشور الشرفي. عبان رمضان arrive à تطوان et décide de le supprimer. هذا كتاب جيوبوليتيك اي بوفوار، كتبو مارسيل امبو وجيرار مونتيفرو، هادو مؤرخين فرنسيين. L'assassinat d'Abban Ramadan par Bossouf dans une ferme isolée entre Tétouan et Tanger au Maroc. علاش؟ Abban voulait éviter à l'Algérie de tomber à l'instar des pays arabes d'Orient entre les mains de potentats. عبان رمضان كان يحاول أن لا يقع في الجزائر ما وقع في هذوك الجمهوريات العسكرية العربية. ما كانش باغا تكون بحال مصر وسوريا واليمن وليبيا والى اخره. هذا كتاب كتبه مؤرخ جزائري سميتو محمد عباسة، لو ديرني crépuscule des Bénicas, صفحة 178. Un certain 27 décembre 1957, l'assassinat programmé de Abban Ramadan par strangulation dans une ferme isolée du FLN entre Tétouan et Tanger. مؤامرة قتل عبان رمضان par strangulation. strangulation يعني قجوه فيرما تابعة للإف ال ان entre Tétouan et Tanger. ولا غدا هو كتبها le frère Abban est tombé au champ d'honneur en héros. les armes à la main. هو داك العنوان العجيب اللي شفنا قبل في جريدة المجاهد. مات الشهيد عبان رمضان في ميدان الشرف وهو يحمل سلاحه. والسيد مسكين قال جينا بكرافاطه. C'est ainsi que le FLN de Bossouf annonce à la une l'événement dans son organe d'information المجاهد de l'époque. Tous les autres assassinats, كاع اللي غيموتوا من بعد، عميروش، حواس، لطفي، رضوان et d'autres sont traités avec le même mépris. جميع قادة جيش التحرير سيتم تصفيتهم بنفس الطريقة. Le même mépris, la même désinvolture.
ليكتور. هذا كتاب اخر سميتو لا غير دالجيري، كاتبو بيير لو غويي وهو مؤرخ فرنسي. عبان malgré sa méfiance est tombé dans le piège du retour au Maroc. Il s'embarque le 24 décembre pour تطوان، يعني جا في الطياره 24 ديسمبر وصل لتطوان. ونفس كلشي مصدوم من هذاك العنوان العجيب ديال جريده المجاهد، عبان رمضان مات في ساحه الشرف. وتا هو كيحكي نفس الحكايه. هذا كتاب مهم جدا، كتبو مختار الصخري، l'Algérie du paradis perdu, échec d'une révolution. صفحه 75. La mort glorieuse au combat était claironnée. عبان رمضان exécuté par Boussouf dans une ferme isolée entre Tétouan et Tanger. هذا كتاب كتبه جيني موري، Remembering the Post-Colonial Safe Memory and Identity. عبان رمضان was entre guillemets étranglé par des mains fratricides. عبان رمضان قجوه ايادي ديال خوتو. والمصادر بحال هادو بالمئات كلها تحكي نفس القصه، ان السيد جابوه لتطوان وقجوه ودفنوه، وان بومدين باني لهم 4 الحشرات في مقبرات العاليه. علاش اختاريت هاد الشخصيه هادي؟ لعده اسباب. اولا باش نبينوا للجزائريين ان راه عندهم شهداء ديال بصح، وكان راه ماشي هما هذوك اللي كيصحاب لهم، وان اللي قتل الشهداء راه ماشي فرنسا، راه اللي قتل الشهداء هما ولاد فرنسا، هما اللي حاكمين الجزائر الى يومنا هذا. الا كان هذا الشخص هذا اللي هو اول مفكر ومخطط ومنظم للثوره الجزائريه وداروا فيه هذه الحاله، ما بالك بالاخرين؟ هذا اللي كان المفروض بعد سنين من المقاومه غادي يكون اول رئيس لجمهوريه الجزائر ديال بصح. قبروه بالمعنى الحرفي ومشاو باعوا الجزائر لفرنسا، ومثله بالالاف الاف الاشخاص اللي ما قتلوش باعوه لفرنسا. وحتى اللي بقى حي من بعد 1962 تمت تصفيته في حرب اهليه دامت اكثر من سنه 62 63، وكانت هي السبب الحقيقي لافتعال حرب الرمال 1963 بن بله لايقاف الحرب. اخترع لهم العدو المروك عتقوا المروك الى يومنا هذا. هذا المره بدا يجيبوا الصباع يقول لك عندنا الشهداء، قولوا انت عندك الشهداء ايميتاسيون، عندك قبر خاوي من الشهداء ديال بصح. هذوك اللي قاوموا فرنسا ديال بصح راهم مدفونين عندنا. ومن بعد سول راسك اش كانوا كيديروا عندنا اصلا باش يدفنوا عندنا؟ هادو هما الرجال اللي حنا مغاربه كنشهدوا لهم ان هادو شهداء ماتوا في سبيل الوطن، وانهم كانوا مجاهدين، ولكن قتلوهم ولاد فرنسا اللي باقيين حاكمينك الى يومنا هذا. هذا شخصيه وحده. باقي مازال ندير لك فيديوهات اخرين ونقرا لك التاريخ ديالك ونقرا لك التاريخ ديال المغرب وفضله عليك. واكرر للمره الالف، هذا الشيء كان في عصر الجاهليه في تاريخ المغرب. العيب فينا حنا اللي ما دخلنا السوق راسنا. ما كنت دخلنا السوق راسنا ما كانت غتكون لا ثوره جزائريه ولا ثور فرنسي ولا عجول قاسي كنتردوا معاهم. دابا كل الجزائري باقي مواطن فرنسي كيقرا في التاريخ نو زونسيتر لي غولوا بحال الفرنسيين. اول درس كيقراوه الفرنسيين وكانوا كيقراوه الجزائريين طيله 132 سنه في التاريخ هو نو زونسيتر لي غولوا، اجدادنا لي غولوا هما دوك الفرنسيين القدماء. في عنابه ولا في قسطنطينه تيقرا بان اجداده هما لي غولوا. وكون راك من وجده كتدخل لسباس شنغن وبخير وعلى خير. هذه ارض الرجال اللي عاونت الرجال وماتوا فيها الرجال ديالكم. انا غنزيدك جمله من عندي باش نختم. الله يرحم الشهداء، ولكن الشهداء ديال بصح اللي ماتوا عندنا هنايا الرجال، ماشي الشهداء ايميتاسيون واخدينهم من جوميه ومن علي اكسبريس. نتمنى يكون عجبكم الفيديو. باقي مازال غنتعمقوا في التاريخ هذا ان شاء الله. باقي غنشوفوا هذه القضيه ديال هاد مساعده المغرب للجزائريين وكيفاش هما قدروا ببعضياتهم وفي الاخر صدقنا حنا اللي ما مزيانينش. مازال غنرجعوا لهذا الموضوع هذا. بارطاجي ماكسيموم باش بوصبع يعرف تاريخه وباش المغاربه يعرفوا تاريخهم وباش ما يبقوش يغبقوا عليكم بهذه القضيه ديال الشهداء والثوره والطور والعجول. اللي ما مشتركش في القناه يشترك فيها والبارطاج. الف شكر، تبارك الله عليكم وخليتكم على خير.